شوف انا خلال اطلاعي يعني هسه وياي خليل الدليمي وياي شو اسمه تامر عبد العزيز، يعني هذا المهم كلها كبار يعني شو اسمه. بنو شاب عمرها يعني مو قبل الاسلام، ما بعد الاسلام، شكلت عمر تقريبا 800 سنه عمر بنو شاب. هذا الجد الجامع. عشائر بنو شاب سكنت بارض يسمونها طفران، طفران اللي هي بالسعوديه. وبعدين نزحت سكنت باراضي بينها يعني شمال السعوديه بينها وبين الاردن. وبعدين بالاردن عندهم اكو حكام اثنين حكمون بنو شاب. بالاردن اي يمكن ما يحضرني اسمه، اكو حسين النقيب، حسين الشريف، ما يذكرني يعني اسم له، حكم هاي بال 1700 نهايه ال 700. وبعدين عندنا جماعه العايد لحد الان عندهم بسوريا. بعدين نزلت ويا الفرات، سكنوا الانبار وانحدروا الفرات الاوسط، ومن الفرات الاوسط وصلوا اخر سنوات اللي صار بها الحلف مال الاجد هم كانوا يعني ثلث رئيس بهذا الحلف. اي صحيح. زين. وبعدين ترعرعت بهذا المكان اللي هو الرفاعي وهاي الديره، وهسه هم مساكنهم يعني ديره مثل ما تقول يعني مساحه ومقاطع وكذا. فهذا بنو شاب. بنو شاب تقريبا عمرها 800 سنه ما بعد الاسلام يعني الشكل. زين. بس هي يا الله يعني بارك بيها وبقت ملتمه، لان هسه الوحيده عندها رقعه جغرافيه على مستوى يعني شمال محافظتين. لا كوت حد الكوت على حدود الديوانيه، على حدود ظهر هناك بديقات. السماوه عندنا حدود وياها، يعني من هاي جهه القريه على نفسها من على السريع. اي فبنو